الناس تولي تتبجح بالفساد، تولي امرأة يعني في سن الزواج أو متزوجة أو أحيانا أم ترقص وتصور نفسها وترقص بمفاتنها، ثم تطلق ذلك الفيديو في التيك توك ولا في الانستغرام ولا في وسائل التواصل حتى تكسب بذلك كثير من السيئات قبل أن تكسب كثير من الإعجابات هذه، وتجعل ذلك صدقة سيئة جارية في عقبها، تموت وتخليها، تخلي الناس تشتهي فيها وهي ميتة. هذا النوع من البشر هذوما كي تتكلم معهم يقول لك ألا تزر وزيرة وزر أخرى. احنا نبداو هذه الحكاية هذه نردوا على الناس قبل اللي راهم يستعملوا هذه الآية في غير محلها. هذوك الناس اللي تجي تنصحوا ويقول لك كل شاة تتعلق من رجلها، ولا هذوك النوع من الناس اللي ما يحبوش يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وكي تقولوا يا فلان روح نصح خوك راهو ما يصليش، يقول لك يا ودي كل شاة تتعلق من رجلها. وهذه بعض الناس اللي يقول لك كي تقولوا يا فلان اتقي الله عز وجل، يقول لك كل واحد يتحاسب في قبره، كل واحد يتحاسب في قبره. يا إخواني الكرام، هذه استعمال هذه الكلمات في مثل هذا الموقف هذا ظلم في حق الله عز وجل. هذا رانا نقولوا لربي عز وجل تسمى ما كاش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدين النصيحة ولا مش دين النصيحة؟ كي نقولوا الدين النصيحة ونقولوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن علاش تقول لي كل شيء تتعلق من رجلها؟ أنا نقول لك كل شيء تتعلق من رجلها وكل واحد يتحاسب في قبره، وكل هذه صح عندك الحق. بالعكس أنا نقول لك لا شات ولا قبر، كان كلام ربي فوق هذا كاملة، ألا تزر وازرة وزر أخرى. بصح واش معناتها هذه الكلمة هذه ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ معناتها كي ندير أنا الذنب أنا ما يخلصوش ولادي، وكي ندير أنا الذنب أنت ما تخلصوش يوم القيامة، ما تخلصوش. بصح نقدر نأثر عليك في الدنيا بالذنوب تاعي، نقدر الشتاء ما تطيحش على جالي أنا، كي نبيع برا أنا ونسرق في الميزان، وكي يكون عندي المال وما نخرجش الزكاة راح يحبس ربي المطر.